السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد أوقاتكم أصدقائي. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في عنا أخبار عن ريال مدريد، عنا أخبار عن كورتو، عنا أخبار عن مبابي، وآخر خبر عنا عن أردا جولر. خلوكم معنا أصدقائي، لا تنسونا باللايك والاشتراك لحتى نكبر القناة ويسعد أوقاتكم جميعا. امبارح كان في صدمة في جماهير ريال مدريد، وخبر نزل عن طريق الموقع الرسمي لريال مدريد. الخبر السيء هو إصابة الحارس كورتوا بخطأ بالرباط الصليبي، وهي الإصابة اللي بيخاف منها جميع اللاعبين وتعتبر مثل الشبح عليهم. أكيد الضربة موجعة على الريال، وبظن هلا رح يغير فالنتينو بيريز من سياسة الميركاتو ويتجه لصفقة حارس مرمى، طبعا من الطراز الرفيع. هلا هو عنده لونين، بس ما أظن يعتمد عليه كل الموسم، وأكيد رح يجيب صفقة حارس من الطراز الرفيع. يا جماعة، كورتوا هو نصف قوة ريال مدريد بالمواسم السابقة، يعني كلياتنا شفنا مدى تأثيره في الملعب، مدى تأثيره بغرفة الملابس. يعني حارس عم يعطي قوة للدفاع، عم يعطي قوة للفريق كله، وبدونه بدون مجاملة رح يفقد المرنجي جزء كبير من قوته. هو عمود الفريق طبعا، أحد أعمدة الفريق. رح يخضع لعملية جراحية، ورح تكون مدة غيابه حسب التوقعات طبعا من المواقع الرسمية من 5 إلى 6 أشهر. يعني فيكم تقولوا أنه موسمه انتهى قبل ما يبدأ. هلا أبرز المرشحين، ظهرت امبارحة أخبار لخلافة كورتوا. في أسماء كتيرة، بس أهم اسم ظهر هو ديفيد ديخيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، والآن هو بدون فريق. طلع بالتراضي مع، أو طلع من مانشستر يونايتد بنهاية عقد وما جدد عقده. وفي اسم تاني هو ياسين بونو، حارسنا العربي المغربي، حارس إشبيليا، كمان مرشح، كمان على فكرة مرشح انه يروح على بايرن ميونخ. الاسم الثالث كيبا، حارس تشيلسي. وكمان في اسم انا بظن توقعات الشخصية انه هو راح يخلف كورتوا، اللي هو كيليور نافاس، حارس ريال مدريد سابقا واللي انتقل على باريس سان جيرمان. يعني هذا الحارس انا بظن هو اكتر حارس ملائم لريال مدريد. ما بعرف اذا بتوافقوني برأيي، كتبوا لنا بالتعليقات أي حارس بتشوفوا أنه هو الملائم لريال مدريد أكتر. طبعا ريال مدريد عنده الوقت الكافي، في الساعة 22-23 يوم للميركاتو. الدوري حيبدأ الأسبوع، بداية الأسبوع القادم، بس في لسه وقت ليخلص الميركاتو. طبعا احتمال كتير ضعيف مثل ما ذكرنا أنه يعتمد على لونين، أمر شبه مستبعد. يعني في عنا خبر على كيليان امبابي، اخر تصريح او مو تصريح، يعني اخر الاخبار اللي بتحكي بالمواقع التواصل انه امبابي ابلغ باريس سان جيرمان انه ما راح يطلع هذا الموسم، راح يضل بباريس سان جيرمان. يعني الموضوع واضح، امبابي راح يضل. ليش؟ في عدة اسباب. اول سبب، انا بظن انه هو ما متفق مع ادارة ريال مدريد انه يجي لعنده بالمجان وياخد مكافأة توقيع. هي اول شي. تاني شي في له جوائز وفي له حوافز وفي له مكافآت، هي ما بياخدها إلا إذا كمل عقده. كمان هي تاني شي. تالت شي، في تحدي بينه وبين إدارة باريس سان جيرمان. صار في تحدي، صار في حقد، صار في غل. يعني بظن هذا الموضوع هيك رح ينتهي. طبعا إدارة باريس سان جيرمان أبلغت اللاعب إنه إذا بدك تضل ما رح تلعب ولا دقيقة بالموسم. يعني الحرب لساتها مشتعلة. طبعا آخر فترة ما عاد ننزل عن بابي لأنه صار الموضوع ممل شوي. فهي أنا جبت لكم أهم خبرين عن كيليان امبابي. آخر خبر معنا اليوم عن أردا جولر، اللاعب رح يخضع لعملية جراحية، متوقع غيابه عم يقولوا من 2 إلى 3. طبعا اللاعب عفوا
اللاعب موهوب، اللاعب حسب ما شفنا بالمقاطع ومستوياته، اللاعب موهوب، لكن بتحسه منحوس يعني. بعد كل هالضجة الإعلامية وبعد كل هالمهاترات الإعلامية بتحسه منحوس. هو اجى على ريال مدريد صار في عنده إصابة ورح يغيب وما رح يبلش الموسم مع ريال مدريد. طبعا هي كانت أخبار سريعة عن النادي الملكي، بتمنى نكون نقلنا لكم الشي المفيد وباختصار كبير. يسعد أوقاتكم جميعا. لا تنسونا من اللايك، كتير عم تنسونا من اللايك يا جماعة. في مشاهدات على القناة بس ما في لايكات. بتمنى تشتركوا كمان بالقناة. ويسعد أوقاتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.